كابتن صبري المنياوي مدير فني النادي الاسماعيلي، بنرحب بيك في موقع الاسماعيلي والسيسي. الله يخليك يا استاذ. كل سنه وحضرتك طيب. طب الصحه والسلامه. كابتن، عايزين حضرتك تقييم كده عن اداء الفريق من بعد معسكر السودان، الفتره اللي من بعد المعسكر لحد دلوقتي، تقييم عن الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بصراحه الاداء ارتفع جدا، الاداء الفني والاداء حتى اللياقه البدنيه ارتفعت، وده مبشر خير. وده طبعا برضو يعني اسبابه ان التزام اللعيبه القدامى واللعيبه الجدد بالتدريبات والالتزام الكامل بكل حاجه، مواعيد وكده، واداء في الملعب واصرار على تقديم حاجه. ف الاداء ارتفع بشكل ملحوظ جدا، وان شاء الله بامر الله تعالى لحد ما يوصل للدوري هنكون وصلنا مثلا بنسبه 70-80% ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن، عايزين نسال حضرتك عن اللعيبه سواء الجديده او الصاعدين اللي نالت ثقه حضرتك وثقه الجهاز، وان انت شايف ان هم هيبقى ليهم دور في المرحله اللي جايه، سواء جدد او لعيبه صاعدين. وعايزين نعرف برضك اللعيبه اللي هم بعيد خالص، ان يعني مثلا اللعيب اللي مش هيبقى موجود في نادي الاسماعيلي. هو طبعا لما يجي من ورا ايمن محمدي بيرتفع من المباراه اللي فاتت بتاعت بتروجيت، كان كويس جدا. كريم مسعد ماشي على وتيره كويسه واحده يعني، وكيمو على فترات شويه. نص الملعب طبعا محمد ابراهيم برضه كويس برضه. انا ما اعرفش هو الفتره الاخيره مرهق من الماتشات بتاعت الجيش ولا ايه، لكن هو طبعا ماشي كويس جدا يعني. حسام علي ومودي الاثنين كويسين جدا. شايفين ما شاء الله عصام كلهم الماتش. طيب، بالنسبه للعيبه الصاعدين اللي نالت ثقتك يا كابتن، واللي انت يعني ان شاء الله هيكون لهم دور المرحله الجايه. كان في محمد شريف وفي محمد عقده وفي جمال حسنين، هم دول الابرز يعني. لكن في 2-3 احنا بقى يعني برضو المستوى متذبذب يعني، شويه فوق كويس شويه تحت، لكن دول ماشيين كويس جدا. والبعلي يا كابتن؟ البعلي ما عجبنيش امبارح يعني، هو لعيب كويس يعني. وانا امبارح ما اعرفش، انا قلت له بين الشوطين انت ليه بتلعب متخاف ليه؟ يعني هو اللعيب عشان صغير في السن يعني شدت الجمهور مثلا او كده؟ لا، مفيش جماهير لسه جت ولا اي حاجه، وبعدين بنلعب القناه يعني. هو لعب في اسبانيا، لعب ماتش جامد جدا. حضرتك اشدت بيه لكن هو الولد كويس جدا وليه مستقبل ان شاء الله في النادي يعني. طيب كابتن، بالنسبه للماتشات الوديه احنا شايفين ان الفريق يعني النتائج بيتهيألي مش ما تهمش دلوقتي في المرحله دي. شايف الاداء يا كابتن بيزداد، اللعيبه بتزداد ثقه؟ لا طبعا، انت برضه كسبت 3 ماتشات. بتروجيت مرتين وفريق هاجر مره، وكلهم دوري ممتاز السعودي والمصري. امبارح احنا خسرنا طبعا من القناه، اللعيبه كانت يعني في مستوى مش مظبوط ابدا، وانا يمكن برضه برجع الكلام ده عشان هم امبارح كان في توزيع فلوس جزء كده من المستحقات. يعني اللعيبه شغله دماغها، اللي خد شويه قليله تبدير ما خدش كتير، واللي ما خدش خالص انا ما خدتش ليه، وحاجات زي كده. وهو كل واحد المفروض يخليه في اللعب بتاعه، لكن اللعيبه بتبص لبعض بشكل سيء جدا، اللعيبه اتغيرت خالص عن زمان. هو دلوقتي يا كابتن اللي يدفع اكتر يعني الاحتراف والله لا تدفع اكتر ولا تدفع يعني، معلش برضه اللي بيحافظ على نفسه على طول وبدون فلوس وبدون كل حاجه. لكن اللعيبه يعني انت حسيتها امبارح يا كابتن؟ طبعا انا عرفت بالليل، عرفت على طول يعني. طبعا ان هم في 3-4 لعيبه بره الجيم خالص، اللي زعلان ما خدش ليه. يا اخي احنا عارفين احنا بنحط لك فلوس ليه، وبعدين دي حاجه مش مالهاش دعوه بالتوزيع الفلوس خالص بتاعت يعني ده كان دي حاجه جزء بس كده عشان رمضان، زي ما اللعيبه طلبت يعني. اي حاجه لحد ما تيجي فلوس ونصرف بقى 25% ان شاء الله يعني. ربنا يستر. طيب يا كابتن، بالنسبه ان شاء الله البرنامج في رمضان هيبقى التدريب ازاي، وهل في ماتشات وديه في رمضان؟ طبعا ان شاء الله، لحد احنا المفروض نسافر يوم 1 ان شاء الله ابو ظبي. 1 رمضان؟ 1 8
فاحنا ده عندنا فتره نتمرن فيها ونعمل ماتشات وديه ان شاء الله. يعني قدامنا النهارده 18، قدامنا حوالي 12 يوم. احنا هناخد يومين اجازه بكره وبعد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله بقى بدات على هنبدا يوم الاحد، هنعمل ماتشات. عاملين ماتش مع قناه تاني الحد. لا هنبدا الحد احنا. لكن عاملين ماتش مع قناه تاني مع القناه يوم الخميس اعتقد. ما شاء الله. اعتقد يوم الخميس 26 هنعمل ماتش طبعا قبله، ولو قدرنا نعمل ماتش يوم 28 او 29 قبل ما نسافر هيبقى كويس ان شاء الله. ان شاء الله هنسافر يوم 1/8 المفروض يوم 1 ان شاء الله. الرحله قد ايه كده؟ اسبوع ولا؟ لا حوالي 10 ايام او 12 يوم. يعني اكيد تجربه مفيده جدا. يعني ماتشات مع فرقه قويه وكل 4 ايام ماتش. يعني زي رحله السودان احنا استفدنا منها كتير. بس دي احسن. يعني رحله السودان انت لعبت ماتشين وانت مش جاهز، لعبتهم في 48 ساعه. ودي هنلاعب هتلعب كل 4 ايام مباراه ان شاء الله. طيب اللهم صل على النبي يا كابتن. بالنسبه نطلع بقى عن الرياضه ونشوف الانتخابات بتاعه النادي الاسماعيلي والمرشحين. في 4 مرشحين على الرئاسه وفي كذا واحد على العضويه كده. الكابتن صبري والجهاز الفني شايف الانتخابات ازاي وشايف الرئيس الجاي هيبقى ايه؟ يعني حضرتك تحبذه ازاي؟ انا طول عمري على فكره مستقل عن موضوع الانتخابات ده، سواء في الانديه او في مجلس الشعب او اي حاجه. يعني انا بس ما رحتش غير مجلس الشعب اللي فات ده. ورحت رئاسه المرتين اللي فاتوا. لكن انا بصراحه انا دايما انا ماليش اراء ولا بمشي مع حد. انا دايما مستقل عن اي حد. يعني انا بشتغل في النادي الاسماعيلي موظف، والاداره النادي اللي هتيجي احنا بنرحب بيها وكلهم كويسين الحمد لله. يعني وانا على فكره أنا يعني ما اشتغلتش ولا مع اداره نادي في النادي الاسماعيلي وكانت وحشه الحمد لله. الحمد لله. يعني لو في 5 6 ادارات اشتغلت معاهم على مدار شغل في النادي الاسماعيلي كلهم كانوا ناس كويسين جدا يعني. وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله وتيجي اداره كويسه واحنا بنرحب باي اداره. طيب احنا مش منتمين لاي حد. يعني حضرتك على مسافه واحده من الجميع. انا مش منتمي لاي حد ولا جهاز فني ولا لعيبه. طيب ايه اللي حضرتك يعني تتمناه في المجلس الجاي؟ ايه اللي تتمناه يتحقق النادي الاسماعيلي في المجلس الجاي؟ يبقى في استقرار للعيبه وللجهاز الفني. تبقى الماده موجوده، لان الكره عباره عن استقرار وماده وحب ما بين الرابطه كلها. يعني مجلس الاداره بالجهاز الفني باللعيبه بالجماهير لو في حب بيبقى في نجاح. بالظبط على طول بيبقى في نجاح يعني. فأتمنى ان يبقى في استقرار للاجهزه الفنيه واللعيبه وكده، وتبقى في الفلوس موجوده على اساس تبقى كل واحد ياخد حقه من اللعيبه بالذات، يعني عشان ما يبقاش حد عنده حجه يعني. طيب. يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان النادي الاسماعيلي ترجع ايامه تاني الحلوه يعني ان شاء الله. طب كلمه يا كابتن توجهها للجمهور، جمهور النادي الاسماعيلي اللي عاشق للنادي الاسماعيلي. والله انا بقول دايما بطلب من الجماهير الاسماعيلي ان هم يتواجدوا ورا الفريق، لان هم زي ما بقول هم الوقود بتاع فريق الاسماعيلي والنادي الاسماعيلي. فاتمنى ان هم يرجعوا. وانا عارف الظروف وحشه دلوقتي وكده، الظروف بتاع البلد كلها يعني سيئه، لكن ان شاء الله ربنا يسهل والامور تتحسن ويرجع لنا الجماهير بتاعتنا تاني ان شاء الله. طيب كلمه كابتن للاعلام والاعلاميين. انا زعلان جدا على فكره من المواقع، من بعض المواقع يعني وبعض الاعلاميين. يعني انت في ايدك قلم، القلم ده انت ممكن ترفع بيه ناس وتضيع بيه ناس يعني. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى فوق هذا القلم يعني. فانت المفروض تراعي ضميرك في هذا القلم. وبعدين لو انت بتطلع مشاعر حلوه ناحيه نادي الاسماعيلي مثلا، ارجو ان هي تكون صادقه. وحتى لو انت بتطلع مشاعر عداوه للنادي الاسماعيلي، ارجو ان هي تكون صادقه عشان تبقى راجل صادق وراجل ميولك واضحه، انا مع النادي ولا لا. وعلى فكره ده ما بيزعلناش يعني انت لو ضد النادي
بس على حق. لو نقد بناء وعلى حق، يعني انت ضد النادي ومعاك حق، يعني ده ما يزعلناش. والعكس، لو انت مع النادي لازم تبقى على حق، عشان يعني عشان اللي بتقدمه للنادي ربنا يبارك فيه يعني ان شاء الله. يعني افهم من كلام حضرتك كده ان في بعض المواقع او الاعلاميين هل تتخيل ان انا طلع كلام على لساني في الاعراب النسائي ان الاهلي هو اللي عمل يعني خلى احمد علي يعني يبقى متمرد على النادي. فعمر ابني يكلمني وقال لي انا في ناس كتيره جدا شتموك من جماهير الاهلي. هل لما ربنا سبحانه وتعالى يديك نعمه تحت ايدك انك توصل كلمه تشتم في الناس او تتكلم غلط مع الناس، هل الكلام اللي اتقال على لساني وانا ما قلتش يعني 3/4 يعني، بس هل الكلام اللي اتقال على لساني او اللي احمد علي بيعمله او النادي الاهلي بيعمله صح؟ هل جماهير الاهلي اللي هي المحترمه راضيه على هذا الكلام؟ بس انا يعني انا لما اتكلمت عن احمد علي او النادي الاهلي قلت لا، ده عايز احمد علي ما يجي يتفاوض رسمي مع النادي الاسماعيلي من باب اطلب اللعيب، النادي وافق انا وسهلا، ما وافقش خلاص. انما هل ينفع ان احمد علي يبقى احنا بقى لنا شهر او 40 يوم دلوقتي فتره الاجازه ولعيب من حقنا 2 موسمين ولسه ما جاش تمرين؟ لا طبعا. هل احنا نقدر نعمل كده مع النادي الاهلي او مع اي فريق؟ احنا نفسنا في لعيب في نادي القناه عايزين، وكلمنا الاداره وانا عمال بكلم الاداره وكلمت المدير الفني واحنا والولد لعب ضدنا امبارح. هل احنا قلنا له لا ما تروحش ولا تعمل ولا بالعكس؟ ما هو كابتن ان هي دي بتبقى زي يعني تربيه او اسلوب حياه. لو اللعيب جالي من ورا النادي كده وانا خليته كده ابني زعلان جدا. قلت له ما تزعلش، قلت له ان انا ما ينفعش ان انا اتكلمت الكلام الصح وفي جماهير من النادي الاهلي عارفه الكلام ده كويس، بس هو اللي شتم. هل دول هم جماهير النادي الاهلي؟ مش لا ما يعبروش. فانا دايما بقول يعني لو انت معاك نعمه من عند ربنا احفظ النعمه دي بالحلال عشان ربنا يبارك لك فيها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يا كابتن، في نهايه الحوار الشيق ده حابب تقول حاجه؟ في حاجه انا عايز اسال عليها. كان في اللي هو اسمه ايه، انديل، لعيب وليد انديل. امبارح بعض المواقع برضك كتبت ان هو خلاص تم. هو طلب هو اللي طلب الاستعانه خلاص. في حد تاني يا كابتن ممكن نشوف ان شاء الله، يعني الفتره الجايه دي ممكن في ناس هتخرج بره 1 أو 2 يعني ان شاء الله بدون ذكر اسماء دلوقتي. لا ماشي يا كابتن، اتمنى لك التوفيق يا كابتن. طيب رمضان كريم.